القصيدة بعنوان أطفئ سراج الفكر. أطفئ سراج الفكر ليس زمانه، هذا زمان الخنث لا الشجعان. كنا رجالا والأنام تهابنا، يا ويح مغضبنا وطول هواني. كان العفاف لنا تؤوب رحاله، بالكرد من عاذوا حياة أماني. كانت تغار رجالنا وكذا النساء، عون لجار من أسى الحدثان. ورنت عيون الراغبين صداقة، أحبب بكرد صادقين جناني. يا صاح فابكي الكرد كيف تغيروا، يا صاح فابكي الكرد كيف تغيروا. واستبدلوا التيجان بالخرقان، لبسوا المشقق والسلاسل في الرقاب. رقص النساء في الفيس بالمجان، كردية الماضي بألف رجالنا، بل إنها خير من البلدان. وذو البلاغة قدموا لهرائهم، وسبابهم أجدادنا بعيان. لا حول ولا قوة. يا قومنا من نحن، من أجدادنا؟ أم نحن دون الكل ولد جبان؟ كل الورى تحكي مآثر من مضى، وأصولنا لعنت بكل بيان. ففعالهم خطأ وجد شنيعة، ولغيرهم شادوا فبئس الباني. للدين قد صالوا فيا لهوانهم، يا ليت ما جاءوا بجيل ثاني. كان التدين دافعا لنضالهم، ووقوده آي من القرآن. قاداتنا قرأوا المصاحف آمنوا بالعدل بين الكرد والجيران. رفضوا الهوان كصحب موسى، دافعوا عن حقهم والله ضد الجاني. بئس الرجال الجاهلين تعمموا، هم أبعدونا عن هدى الرحمن. كل الأنام أسيرة لحقوقها، كل الأنام أسيرة لحقوقها، وحقوقنا طارت بلا جنحان. طلب الحقوق بديننا فرض جلي، دون الحقوق الموت ثم جنان. كذبوك قالوا الدين ضيع حقنا، ما حرروا شبرا من الأوطان. ما يرتئيه الغير قدس قلوبنا، وكلامهم أحلى من القرآن. بكت الحجارة هالها أحوالنا، يا رب أدركنا بفيض حناني. من لليتامى والأيامى راعيا، برد البرار الخوف في الخذلان. الفقر ثم الجوع صار نديمنا، والحزن مزقنا على الخلان. خير الختام صلاتنا لمحمد، خير الورى من إنسها والجان. والحمد لله رب العالمين. خوشکو برای مسلمان به یوتیوبش خنجه خواره بشینه، سبب فایده مزن ببه و تمام ببه.